ده بقى بارت 2 تكملة اللي احنا قلناه. يعني بإذن الله الحصة اللي فاتت لازم تكون مسموعة ومفهومة كويس. طيب احنا عندنا دلوقتي اتكلمنا عن المركبات العضوية. تعالوا بقى نقارن العضوية والغير العضوية من حيث كام حاجة. معاك 10 حاجات، مقارنة من حيث 10 حاجات. هبسط لك المقارنة دلوقتي، مش هيتخض منها. وعموما الأسئلة عليها بتيجي سهلة، بتيجي سهلة جدا يعني، ويبقى السؤال مضمون في الامتحان خصوصا الثانوية الأزهرية. طيب انت عندك التركيب، احنا قلنا المركبات العضوية بتتكون بشكل أساسي من عنصر الكربون. يبقى هنا تتكون بشكل أساسي من عنصر الايه؟ الكربون سي. طيب طب المركبات غير العضوية قمنا احنا قايلين ايه؟ هتتكون من الكربون ولا لا؟ ها، الواد حريف مذاكر الحصه بتاعت المره اللي فاتت قام قايل لي ايه؟ ده ممكن يبقى فيها كربون. انت فاكره السته؟ اول وثاني اكسيد الكربون، كربونات، بيكربونات، سيانيد، سيانات. فاكراهم؟ فاكره الكلام ده؟ اه. قال لي ده ممكن يبقى فيها كربون. يعني هنا نكتب كده قد تحتوي على عنصر مين؟ الكربون. وعادي وما تحتويش، ممكن يبقى حاجات تانية. تمام. لكن هنا اللي بشكل اساسي كربون، ما مركب ما فيهوش كربون مش عضوي. طيب عندك نوع الروابط ده. نوع الروابط ده مهم ليه؟ عشان لو عرفت نوع الرابطه انت اللي هتجاوب الباقي، هيبقى الباقي معاك بالنسبه لك سهل. هيجاوب الباقي ازاي؟ انت عندك في المركبات العضويه نوع الروابط تساهميه. فايه تساهميه؟ طب انت عندك في المركبات غير العضويه نوع الروابط ايونيه. طيب انت عارف مين الاقوى؟ والله انا عارف ان التساهميه قويه والايونيه قويه، بس مين اقوى واحده؟ الايونيه. انت عندك التساهميه دي بالنسبه للايونيه تقول لها يا عمنا الايونيه التساهميه بالنسبه لها ضعيفه. يعني انا عندي مين اقوى؟ الايونيه. طيب درجه الانصهار ودرجه الغليان. انا دلوقتي معايا ماده عضويه وليكن السكر، وماده غير عضويه وليكن الملح. هات يا عم حله حط فيها حبه سكر، وحله حط فيها حبه ملح. هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ تحطهم على النار، والله هلاقي ان السكر في دقيقه دقيقتين داب واتكرمل، بيقول عليه كرمل، واتكرمل كده وداب وزي الفل. طب الملح ده انت لو حطيت الملح عشان ينصهر هتلاقيه قعد يجي اكتر من 4 ساعات. فدي تجربة علمية عملية واضحة تقدر تعملها تفهم بيها. فعشان كده انت عندك درجة الانصهار والغليان في المركبات العضوية منخفضة. حط حبة نار، حط حبة سكر، خلصت الدنيا. طب انت عندك في المركبات غير العضوية، طبعا مش سكر اللي هو يعني. طب انت عندك في المركبات غير العضوية، لا ده دي مرتفعة. طيب انت عندك سرعة التفاعلات. والله انا عارف ان الروابط التساهمية التفاعلات بتاعتها بتبقى بطيئة. ها، يبقى احنا عارفين دي الروابط التساهمية التفاعلات بتاعتها بتبقى بطيئة، وبنقول عليها بطيئة نسبيا. ده كله الايه هناخده بإذن الله بالتفصيل في الباب التاني. طيب انا عندي المركبات الغير عضويه التفاعلات بتاعتها كنا بنقول عليها سريعه، لحظيه سريعه كمان. طيب عشان دي طبعا روابط ايه؟ ايونيه. انا قلت لك من اول ما تعرف الروابط هتعرف الباقي، انت واخده وعارفه. طيب جبت حبه سكر ورحت اوصل بيهم كهرباء. اتوصل، دي برضه تجربه عمليه تعملها عندك في البيت. هات حبه سكر كده في ميه وحبه ملح في ميه وروح وصل كهرباء، واللي يوصل يبقى تعالى قول لي عليه. تمام. فانت عندك حبة السكر وصلوا كهرباء؟ لا، غير قابلة للتوصيل الكهربائي. طب هنا عندك المركبات غير عضوية بتوصل، هات حبة ملح وجرب. قابلة
للتوصيل الكهربي. طيب انت عندك الذوبان، هات مادة عضوية حطها في حبة مية وقلب، هتلاقيها ايه؟ لا تذوب. بس خد بالك يعني ايه؟ غالبا في يعني بنحط عليها حاجات تانية بتدوبها. ايه هي الحاجات التانية؟ على اساس انك فاكر منهجك، تعال نفتكر قبل كده اما كان في قاعدة اساسية في الذوبان بتقولك الشبيه يذيب الشبيه. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حاجة مادة قطبية احطها في مذيب قطبي يدوب. طب لو حطيتها في مذيب غير قطبي لا ما يدوبش، من قاعدة ايه؟ الشبيه يذيب الشبيه. طيب لو انا عندي مادة عضوية حطيتها في مية لا ما تدوبش. طب تدوب ازاي؟ احطها في مذيب عضوي. تدوب ازاي؟ احطها في مذيب عضوي، احط لها حاجة من جنسها. يبقى ما ننساش قاعدة الشبيه يذيب ايه؟ الشبيه. فعشان كده هي هنا ما بتذوبش في المية غالبا، لا تذوب في الماء، ولكن بل تذوب في المذيبات العضوية. زي ايه بقى يا عزيزي الغالي المذيبات العضوية؟ عندك البنزين، وده حاجة اسمها بنزين عطري، مش البنزين بتاع العربية بتاعتنا. البنزين بتاع العربية بتاعتنا اسمه الجازولين، هناخده قدام. زي ايه؟ زي البنزين العطري. زي ايه؟ زي حاجة اسمها الايثير، هناخدها قدام، الايثيرات بيدوب فيها. زي ايه؟ زي حاجة اسمها رابع كلوريد الكربون. يبقى انا معلش عايزه اجي في اي حصه اقول مذيبات عضويه زي ايه، عايزه اسمعها كده: بنزين اسرات رابع كلوريد الكربون، بس بالسرعه دي. مذيبات عضويه زي ايه؟ بنزين اسرات رابع كلوريد الكربون. تمام تمام. طيب اما انت عندك بقى المركبات الايونيه، لا ده دي عادي بتدوب في الميه عادي والدنيا ماشيه حلو تذوب. طيب عندك الرائحه، رائحة المركبات العضوية ده ليها ريحة وريحة 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 وروائحها مميزة كمان. ايه؟ ريحة الأسيتون. عارفين الأسيتون ده ايه؟ اللي بنشيل بيه المونيكير، طبعا البنات عارفين ريحة الأسيتون. ريحة الجازولين، بنزين السيارات، واحنا انت معدي كده من عند البنزينة بتشم ايه؟ الطلاقات دي عبارة عن ايه؟ أهم حاجة ريحة التوابل بتاعت الأكل، تبقى ماشي كده وشامم ريحة أكل الشارع كله، ده عبارة عن ايه؟ دي كلها عبارة عن مركبات عضوية، عشان كده ليها روائح مميزة. ليها روائح مميزة يا سلام، ليها روائح مميزة. طيب عندك المركبات الغير عضوية لا، ليس لها روائح مميزة غالبا. طبعا كل حاجة يا جماعة ولا استثناءات. طيب قابلية الاشتعال مهمة وهنحتاجها في الدروس العضوية كلها اهي. قابلية الاشتعال من الحاجات برضو الايه المهمة. ليه قابلية الاشتعال انت مهمة؟ هي كلمة واحدة هقولها لك وتثبت معاك يا ما تثبتش، انت حر ما تقرفناش. انت عندك اي مركب عضوي، ها اسمع الكلام، اما بيحترق احتراق تام بيشتعل لا وبيدينا غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه. تاني اهو هنكتبها هنا: اي مركب عضوي او احتراق، اي مركب عضوي احتراقا كاملا ينتج عنه ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار مين؟ وبخار الميه. بس فانت عندك قابليه الاشتعال، والله المركبات العضويه فعلا بتشتعل اهي، تشتعل وبتديني ايه؟ وبتديني وبتعطي غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار مين؟ الميه. اما المركبات العضويه الغير عضويه غير قابله للاشتعال، غير قابلة للاشتعال. طب لو حصل واشتعلت هتديني غازات، هتديني بس مش ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه، هتديني حاجات تانية، هتديني نواتج تانية. تمام تمام. طيب
وصلنا الحمد لله، بنوصل للآخر أهو. حاجة اسمها البلمرة وحاجة اسمها المشابهة الجزيئية. حاجة اسمها البلمرة وحاجة اسمها المشابهة الجزيئية. ايه ده؟ ايه ده؟ البلمرة دي انا مش واخدها في الأحياء؟ إيه اللي جابها في الكيمياء؟ طب يا فرح يا اللي خدتها في الأحياء، يعني ايه بوليمرايزيشن؟ يعني ايه بلمرة؟ هيقوم قايل لي والله ده كان في مونيمر وكان في بوليمر. المونيمر ده الجزء الصغير، الحاجة ماشية لوحدها كده، دي اسمها مونيمر، الجزيء ماشي لوحده. طيب، قام الجزيء ماسك في حد، ماسك في حد، ماسكين في حد، ماسكين في حد، عمالين نكون مننا كتير، احنا كتير، احنا كتير، يبقى ده ايه؟ بوليمر. يبقى عملية تجميع الجزيئات. طيب اشرحي. مش شرحة، هناخدها قدام، هناخدها قدام باستفاضة. يعني ايه بلمرة وانواعها وكل الكلام الجميل ده. كل اللي انت تعرفه دلوقتي ان البلمرة في المركبات العضوية موجودة اهي. البلمرة توجد، هنا مفيش. طيب، ايه بقى المشابهة الجزيئية دي بقى؟ دي بقى انا اول مرة اسمع. ايه المشابهة الجزيئية دي؟ اقول لك حاجة كمان، ده ليها اسم تاني اسمه الايزوميريزم. فهمت حاجة؟ جبتها لك باللاتين اهو، كمان عارفة انك بتفهم لاتين، جبتها لك باللاتين. فهمت؟ ما فهمتش؟ اقول لك على حاجة تانية اسمها تشكل جزيئي. والله ما فهمتش حاجة صح؟ طيب، يلا نشرح يعني ايه مشابهة جزيئية. ولكن قبل ما نشرح خليك عارف ان المركبات العضوية فيها مشابهات جزئية، اما المركبات الغير عضوية ما عندهاش مشابهات جزئية، ما عندهاش ايزوميريزم، ما عندهاش تشكل جزيئي. طيب، يعني ايه بقى مشابهة جزيئية وايه حوار المشابهة الجزيئية؟ عشان نشرحها اشرح لكم حاجة تانية الاول كده، وبعد كده نخش في الايه، في المشابهة الجزيئية. تمام؟ تمام. تعالى هنا بقى، بس قبل ما ديك هنا تعالى نراجع على ده بسرعة. احنا قلنا المركبات العضوية والمركبات الغير عضوية، هنقارن ما بينهم من حيث كام حاجة؟ 10. أول حاجة التركيب، قلنا والله المركبات العضوية بتتكون بشكل أساسي من الكربون. الغير عضوي لأ، في كربون أحيانا بيبقى فيها كربون، ما فيهاش كربون غير عضوي، خلاص خلصانة. طيب، نوع الروابط ده اللي عليه باقي المقارنة. والله أنا كمركب عضوي نوع الروابط بتاعتي تساهمية ولا فقط. طيب يا مركبات غير عضوية، قالت لك بلا فخر أكتر أنا أيونية أقوى. طيب، درجة الانصهار والغليان، قلنا حبة سكر وحطهم على النار هينصهروا بسرعة دقيقة، يبقى درجة الانصهار والغليان منخفضة. هنا العكس، مرتفعة، هات حبة ملح وحطهم. سرعة التفاعلات، لا ده الروابط التساهمية بتبقى بطيئة، طب الروابط الأيونية بتبقى سريعة. طيب، طب علل الثانوية الأزهرية يجي يقول لهم علل التفاعلات بطيئة نسبيا ليه؟ لأنها في العضوية، المركبات العضوية بطيئة نسبيا ليه؟ علل لأنها تتم بين جزيئات. طبعا اللي قال من قبل ما أقول الإجابة ربنا يبارك له يعني. لأنها تتم إيه؟ بين جزيئات. طب دي سريعة لأنها تتم بين أيونات. ماشي؟ التوصيل، قلنا لا الحمد لله المواد العضويه ما بتوصلش كهرباء، الغير عضويه بتوصل. الذوبان، المواد العضويه ما بتدوبش في الميه، دي بتدوب. الرائحه، دي لها روايح، وقلنا الروايح اسيتون مش عارفه ايه، دي ملهاش. تشتعل، بتشتعل وبتشتعل وبتدينا ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه مهمه، هتلاقي عليها اسئله، هتلاقي عليها اسئله. البلمره هنا كانت موجوده هنا مش موجوده. الايزوميريزم هنا موجوده وهنا مش موجوده، وقلنا نفهم يعني ايه ايزوميريزم. طيب، صلى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما نخش في المشابهه الجزيئيه، احنا عندنا الكيميائيه اما بنيجي نكتب صيغه كيميائيه في منها نوعين. ايه النوعين؟ رقم واحد عندك يا ابني حاجه اسمها صيغه جزيئيه. رقم اتنين حاجة اسمها صيغة بنائية. ايه ده؟
يعني ايه صيغة جزيئية وصيغة بنائية والكلام اللي انت قلتيه ده؟ لا معلش، انا مش هعرف. انا هكتب المثال وحضرتك تقول. لو انا جبت لك مثال وليكن CH4، ده غاز اسمه غاز الميثان، هناخده بعدين. ماشي. لو انا قلت لك هي ايه نوع الذرات اللي في المركب اللي قدامك ده، نوع الذرات، قمت انت قايل لي والله نوع الذرات هنا ده عبارة عن كربون وهيدروجين. فنوع الذرات عندي عبارة عن ايه؟ كربون وهيدروجين، ده نوع الذرات. قلت له جميل. قمت انا قايله له طب يعني ايه عدد الذرات؟ ايه حوار عدد الذرات ده؟ قال لي اجيب لك عيل في كي جي دو يقولها. طب يا عم قول. قال لي يعني معناها ان انا عندي كربونايه واحده، واحد كربون واربعه هيدروجين. قلت له كلام جميل. طيب قلت له يعني الصيغه اللي قدامك دي عملت ايه؟ قال لي دي صيغه وضحت لي نوع الذرات وعدد الذرات. قلت له بس هي دي معنى الصيغه الجزيئيه، صيغه بتوضح نوع وعدد الذرات. من الاخر، من الاخر متجمعين مع بعض، السيات لما بعضها وفي حته واحده، الاتشات لما بعضها وفي حته واحده. ده معنى ايه الصيغه الجزيئيه. طيب لو انا نفس السي اتش 4 دي جيت عملتها لك كده، ادي كربون اهي، وانا قايله لك ان الكربونايه لازم أن يكون حواليها 4 روابط، فادي عندك رابطه 2 3 4، وادي اتش اتش اتش. ايه اللي حصل هنا؟ والله انا هنا فهمت الكربونايه ماسكه بالهيدروجين برابطه احاديه، او الهيدروجينايه ماسكه برابطه احاديه. هنا الهيدروجينايه ماسكه بالكربون برابطه احاديه، هيدروجينايه ماسكه بالكربون برابطه احاديه، هيدروجينايه ماسكه بالكربون برابطه ايه احاديه. ايه ده؟ ده انا بينت هنا حاجه اسمها طريقه الارتباط. بينت هنا حاجه اسمها ايه؟ طريقه الارتباط. الكربونايه ماسكه بالهيدروجين ازاي؟ الكربونايه ماسكه بالاكسجين ازاي؟ برابطه ايه؟ ثنائيه. الكربونايه ماسكه في الثانيه ازاي؟ فده معناها طريقه الارتباط. فاحنا هنا نقدر نعرف الصيغه البنائيه على انها صيغه بتوضح نوع وعدد الذرات وطريقة الارتباط. وطريقة مين؟ الارتباط. يعني أنا كان عندي صيغة بتوضح نوع وعدد الذرات، وصيغة بتوضح النوع والعدد وطريقة الارتباط. أنهي أحسن؟ واحدة بتوضح النوع والعدد بس، ولا واحدة فردناها كده ورسمناها الصيغة البنائية وبتوضح النوع والعدد وطريقة الارتباط عقلا ومنطقا وكده؟ أكيد طبعا الصيغة البنائية. إيه يا عم ده ده الرسمة موضحة لي الدنيا ماشية إزاي ورايحة فين وجاية منين. تمام؟ طيب يجي سؤال الثانوية الأزهرية على الصيغة البنائية أفضل من الصيغة الجزيئية. ليه؟ ليه بقى الكلام اللي احنا لسه قايلينه؟ الإجابة والله لأن الصيغة البنائية بتوضح نوع وعدد الذرات وطريقة الارتباط، بينما الصيغة الجزيئية
بتوضح نوع وعدد الذرات فقط. يبقى دي الصيغة الجزيئية متجمعة، كلنا متجمعين مع بعض، ودي الصيغة البنائية. طيب لو أنا جيت رسمت C2H4، ده صيغة بنائية ولا صيغة جزيئية؟ قلت لي لا، متجمعين مع بعض لمين بعض يبقى دي جزيئية. قلت لك تمام. طب يلا نرسمهم صيغة بنائية. حاضر. كم كربوناية؟ 2. أدا 1 وأدا 2. كم كربوناية؟ 2. طيب كم إتشاية؟ 2. طب يلا ادي لكل كربوناية 2، يبقى أدا 1 وأدا 2 وأدا 1 وأدا 2. طبعا أول ما أقول لك صيغة بنائية تفرد لي كده، تفرد كده الذرات. طيب احنا قايلين الكربوناية بيكون حواليها كام رابطة؟ 4. طب هنا عد الروابط. 1 2 ناقص 2. طب هنا عد الروابط. 1 2 ناقص 2. يبقى انت عندك الرابطة هنا رابطة ثنائية. شوف قاعدة التكافؤ دي مهمة جدا، حكمتك ازاي؟ هنا حطينا رابطة ثنائية. طيب بقت دي عبارة عن صيغة جزيئية، كله متجمع مع بعض. شوف كله دي عبارة عن صيغة بنائية. كلام جميل. طيب لو انا جيت عملت لك كده، تعالى هنا كده H2C رابطة ثنائية CH2، ها ده صيغة بنائية ولا صيغة جزيئية؟ ها فكر كده 3 ثواني. صيغة بنائية ولا صيغة جزيئية؟ لو قلت صيغة جزيئية قول لي، ولو قلت صيغة بنائية قول لي. طب والله أنا شايفة إن هي صيغة جزيئية. ليه؟ أصل كلهم متجمعين مع بعض أهو. كلهم يا مفترية. يعني أنت شايفة السي مع السي ولا مفرودة؟ بقى سي في حتة وسي في حتة. طالما اتفردت حتى لو كربونية واحدة، لو هيدروجينية واحدة، بقت صيغة بنائية. مش لازم نرسمها بالمنظر ده، ده أو ده، وده هو ده أصلا، ده هو ده. فدي إيه؟ صيغة بنائية. يبقى احنا أول حاجة نفهم إن الصيغة الجزيئية صيغة بتبين النوع وعدد الذرات، الصيغة البنائية بتبين النوع والعدد وطريقة الارتباط. يلا بقى نخش في الأيزوميريزم. عايزة دماغ فايقة معايا كده، وهناخد مثال وبعد كده إيه نكتب التعريف بتاعها. طيب المثال المشهور قوي قوي يعني C2H6O. ده صيغة جزيئية ولا صيغة بنائية؟ لا خلاص، طالما متجمعين كده يبقى ده صيغة جزيئية. لك زي الفل. ارسمهولي صيغة بنائية. قام جاي طالب واقف هنا قال لي انا هرسم لك واحدة، وقام جاي طالب واقف هنا قال لي انا هرسم لك واحدة، وقام جاي واحد تالت هنا عبيط شوية قال لي انا هرسم لك واحدة. قلت له ماشي. جينا هنا قام واحد قام قايل لي دول 2 سي اهو، ادي سي وماسكه في سي. قلت له كلام جميل. قال لي دول 6 اتش. قال لي ادي 1 2 3 4 5 6. قلت له ماشي. قال لي واحلى وهي عليك اهي. قلت له جميل. اهو ده العبيط اللي هنا. ايه بقى عمل ايه؟ مش احنا قلنا اهم حاجه قاعده التكافؤ؟ طيب ادا السي وادا السي دي حواليها كام رابطه؟ 1 2 3 4. ما هي دي سليمه اهي يا عم، حد قال لك حاجه؟ طب السي دي حواليها كام رابطه؟ ادا 1 2 3 4. طب ما في ايه؟ والاو الوحيده اهي. طب ما الايه ثنائيه، الاو رابطه ثنائيه. هي الوقت الاو ماسكه في اتشايه، ماسكه في كام رابطه؟ رابطه. يعني ناقص لها كام رابطه؟ رابطه. هنجيبها منين؟ ما هي الصيغه
البنائيه لازم يبقوا 2 سي و6 اتش وواحده او، مش هينفع تحط اتش بمزاجك انت. طيب هتجيبها منين؟ اما حد قايل لي خلاص يعني انت عملت الحوار ده كله، بدليهم مع بعض يا ستي. بقت الاو هنا والاتش هنا كده تمام. قلت له لا، اذا كان كده فوالله تعالى نعد، انا هثق فيك ليه؟ ادا 1 2 3 4 دي مظبوطه، السي دي 1 2 3 4 دي مظبوطه، الاو ما بين ربطتين فعلا، ادا 1 2 لا مظبوطه. طب والاتش رابطه واحده لانها احاديه، لا مظبوطه خلاص. بس يبقى المركب ده مظبوط. طب اقول لك على حاجه بعد اذنك، بعد اذنك يعني، ممكن تجمعهولي كده على بعضه؟ اجمعهولك حاضر. بقى سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش. انا عملت ايه؟ ما احنا عادي بنكتب السي اتش 3 الجزء ده كده على بعضه، بنجمعه ونكتب سي اتش 3، والرابطه انا السي ماسكه في 2 اتش، يبقى سي اتش 2 او اتش او اتش. ده صح وده صح. طيب ده ما بيفكركش بحاجه؟ لا مش فاكر. طب اقول، لو انا كتبته C2 H5 OH، ايه ده؟ مش ده الكحول الايثيلي؟ ايوه هو ده الكحول الايثيلي، ما نعرفوش غير لما يتكتب بالطريقه دي. لكن لو جابوا لنا كده، لو جابوا لنا كده بنشغل الثلاثه هاش، ما خدناهاش ما شفناهاش ما نعرفهاش. C2H5OH ده كحول ايه؟ ايثيلي. عرفت منين ان هو كحول؟ من الاو اتش، المجموعه الوظيفيه بتاعت او اتش، اول ما اشوف او اتش خلاص ده كحول. طب عرفت منين يعني ايه ايثيلي؟ ايث يعني ذرتين كربون، يعني رقم 2 باللاتيني، ايث يعني رقم 2، فعد معايا الكربون 1 2 يبقى ايثيلي، او بنسميه ايثانول. الحاجات دي يعني ايه؟ في منها اضافات كده هتاخدها قدام، بس ايه تبقى عارفها عشان لما اجي اسال تعرف تجاوب. ايثا ايه نول. طيب انا فوق عرفت ان هو الاو اتش عرفتني انه كحول. طب فين بقى الكحول اللي هنا اللي تعرفني ان في مجموعه او اتش؟ الاول. الاول دي بترمز بالكحول. خلاص انا عرفت ان المركب اللي معايا ده كحول. كلام جميل. يبقى ده كحول ايثيلي او ايه او ايثانول. طيب قام حد تبع الناس اللي هنا دي وقام قايل لي ايه نفسه زي ما انت، زي ما انت ادا السي وادا السي، وعندك ادا اتش وادا اتش، هحط هنا بس الاتش هبدلهم يعني، وهنا اتش وهنا اتش وهنا او وهنا اتش، بدلتهم اهو. ده بقى واحد غير ده اهو. يلا اي خدمه، خدي كمان صيغه بنائيه. انت بنفسك قلت بدلتهم عكستهم، يعني بدل ما كان يمين كتبته بالشمال. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ما هي انت ما غيرتش حاجه. يبقى ده ايه؟ هو ده، انت ما غيرتش حاجه. يبقى ده بقى اسمه كحول ايثيلي او ايه او ايثانول. قام جه واحد تاني قام قايل لي بس خلاص عندي دي، هتعمل ايه؟ قال لي مش الاو لازم أن تبقى ثنائي؟ قال لي اه. قال لي خلاص، ادا عندي السي اهي وادا السي اهي. طيب هتحط الاو فين؟ ما ينفعش، انت لما جربت تحطها هنا ما نفعتش. قال لي تعالى احطها لك في النص. قلت له حطها يا سيدي. قال لي مش الاو كده مظبوطه رابطه ثنائيه؟ قال لي اه. قلت له اه. قال لي خلاص نكمل الباقي بقى اتشات. بقى كام اتش؟ 6. حاضر. ادي 1 2 3 4 5 6. قلت له الله صدق ده كمان حاجة مختلفة عن ده. ده بقى عبارة عن CH3OCH3. ده تبع عيلة تانية غير الكحولات، ده تبع حاجة اسمها الإيثيرات، وبقى اسمه إيثير. قدام هناخد إن CH3 دي اسمها ميثايل، ده اسمه إيثير ثنائي الميثايل. ايه ده؟ طب انت عرفت منين ان هو ايثر؟
الأو أما بتكون بين 2 سي، الأو ما بين 2 كربون، يبقى دي بعرف ساعتها إن ده إيثر أو إيثير. المجموعة الوظيفية بتاعته إيه؟ الأو بين سي، أدا سي وسي، الأو بين سي. تمام؟ ساعتها أعرف إن ده إيه؟ إيثر. كنت عرفت منين ده كحول؟ كان فيه إيه؟ او اتش. تمام؟ تمام. يبقى أنا قدرت أشكله. ده واحد بقى كحول والتاني بقى إيثر، واحد شرقا وواحد غرب. يعني المركبين دول نفس الصيغة الجزيئية، عاملة زي إيه؟ حتة صلصال. ها، شكلتها الأرنب، المثال بتاعنا ما بنغيروش، شكلت واحدة أرنب وشكلت واحدة إيه؟ فار. هي نفس حتة الصلصال اللي عملت لي ده وعملت لي ده، يبقى هي دي إيه؟ C2H6O، نفس الصيغة الجزيئية، عملت لي كحول وعملت لي إيه؟ إيثر، حتة عجينة شكلها زي ما أنت عايز. طيب، طب هل كده الخواص بتاعت دي هتختلف عن الخواص بتاعت ده؟ قلت لك ده واحد بقى شرق واحد بقى غرب، طبعا الخواص اختلفت، وده بقى عيلة وده بقى عيلة، وده بقى نسب وده بقى نسب، ودول بيتفاعلوا مع ناس وما بيتفاعلوش مع ناس، وبقت ليلة تانية ودروس واحد. ده الموضوع اتغير تماما. طيب، والله انت عندك الخواص الكيميائية بتاعته هتتغير، او ممكن يجيلك سؤال ازاي تكشف كيميائي ما بين كحول اهو، ده بقى كحول، وبين ايثر، ازاي اكشف؟ والله حاضر. هات حته صوديوم وارميها، وارميها في الكحول وارميها في الايثر، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان قطعه الصوديوم تفاعلت مع الكحول. يتفاعل الصوديوم مع الكحول. ده مش بس كده، ده بس هناخدها قدام. لو انا حطيت هنا ان ايه صوديوم اهي، ال ان ايه هتشيل الاتش بتاعه الكحول، هتشيل الاتش بتاعه الاو اتش وهتبقى مكانها، يعني هيبقى المركب الاتش دي متشاله وتم استبدالها بان ايه بصوديوم. بس ده هناخده قدام، ما بس مش هتكلم اكتر من كده عليه. كل اللي انا عايزاك تعرفه ان الصوديوم اتفاعل مع الكحول، اما الايثر لا يتفاعل، نو رياكشن، لا يتفاعل، مش هيتفاعل معاه، نو رياكشن. تمام؟ يبقى ده الخواص الايه الكيميائيه، هنا الصوديوم بيتفاعل، هنا ده ايه لا يتفاعل. طيب، الخواص الفيزيائيه. هل الخواص الفيزيائيه متشابهة ولا مختلفة؟ لا والله الخواص الفيزيائية مختلفة تماما. هنا درجة الانصهار والغليان برقم، وهنا درجة الانصهار والغليان برقم تاني، هتختلف اختلاف تام. طيب، يعني أنا كده عندي الخواص الكيميائية اختلفت، وعندي الخواص الفيزيائية اختلفت، وعندي الصيغة البنائية اختلفت، وعندي الصيغة البنائية اختلفت. أمال هما تشابهوا في إيه؟ في الصيغة الجزيئية. عشان كده ظاهرة الأيزوميريزم اسمها التشابه الجزيئي، واختلفوا في أي حاجة تانية، اختلفوا في الباقي كله، اسمها التشكل، حتة صلصال وشكلتها زي ما أنا عايز. أما اسم الأيزوميريزم ده باللاتين. تمام؟ تمام. ومن هنا حد يسألني طب وانا مش هيجيلي غير C2H6O، اعرف منين امتى هشكله لكحول وامتى هشكله الايثر؟ لا، ده انت هتعرف منين؟ انت ملاحظ ايه في C2H6O؟ لو انت عندك هنكتب صيغة عامة CN، حيث ان دي عدد ذرات ايه الكربون. طيب، واتش الستة دي
هتبقى ايه؟ مرة اتقال 2 في 3 في 6، واحنا جايين نحفظ جدول الضرب. الاتش دي هتبقى ايه؟ 2n زائد 2o. أول لما ألاقي مركب قدامي بالصيغة دي C2CN H2N زائد 2O، أعرف ساعتها إن أنا هشكله لكحول وإيثر، وإن الكحول أيزومر للإيثر، إن الكحول أيزومر لمين؟ للإيثر. طب تعالي نجرب كده. أدا لو إحنا شلنا ال N وحطينا مكانها 2 زي هنا، هنشوف ده صح ولا لأ. تعالى شيل وعوض، بقت C2 اتش 2 في 2 ب4 زائد 2 6 او، ده فعلا سي 2 اتش 6 او. طيب لو انا جبت لك مثال هنا كده، سي 3 اتش 8 او، ده اقدر احوله لكحول وايثر ولا لا؟ والله شوف الصيغه العامه، يتبع القاعده دي ولا لا؟ يتبع قاعده سي ان اتش 2 ان زائد 2 او ولا لا؟ تعالى نجرب. هنشيل الان ونحط مكانها كام؟ 3، يبقى سي 3 اتش 2 في 3 ب6 زائد 2 8 او. فعلا، يبقى فعلا ينفع نحوله لكحول وايثر. ويا ريت ويا ريت السي 3 اتش 8 او ده تجربه بايدك. ماشي، تجربه بايه؟ بايدك. تمام تمام. ومن هنا صديقي العزيز نقدر نعرف ايه بقى هي ظاهره الايزوميريزم. اول ما اكتب التعريف بتاعها خلاص انت فاهم كل كلمه مكتوبه فيها. ان ظاهره الايزوميريزم او المشابهه الجزيئيه. قلنا ليه مشابهه جزيئيه؟ قلنا والله عشان ده هم اتفقوا في الصيغه الجزيئيه واختلفوا في الباقي. او التشكل. قلنا ليه تشكل؟ قلنا والله علشان هي كانت عندنا الصيغه الجزيئيه واحده وخدتها شكلتها مره كحول ومره قيسه زي ما انا عايز. طيب ايه بقى التعريف بتاعها؟ ال 13 درس هنذكر فيه ظاهره الايزوميريزم، فرجاء تهتم بيها. انا عارفه ان الكتب الخارجيه جايبه امثله كتير على ظاهره الايزوميريزم في الاول، مش مطلوبه منك. يعني اما تلاقي نفسك مش عارف تحل عليها في اول حصه ما تحبطش عادي، ده الطبيعي. هم اصلا هم اللي عاكين، يعني ده المفروض مكانها مش تيجي كده. طيب ايه هي ظاهره الايزوميريزم؟ اتفاق عده مركبات في الصيغه الجزيئيه واختلافها في الصيغه البنائيه واختلافها في الخواص الفيزيائية واختلافها في الخواص الكيميائية. صدقي فعلا هما هنا اتفقوا في الصيغة الجزيئية واختلفوا في الصيغة البنائية والخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية. بس هي دي ظاهرة الأيزوميريزم أو المشابهة الجزيئية، اتفاق عدة مركبات في الصيغة الجزيئية واختلافها في الصيغة البنائية. آخر مثال عشان خاطري، لو أنا جيت سي 4 اتش 10، دي صيغة جزيئية ولا صيغة بنائية؟ لا، دي صيغة بنائية، ايه جزيئية، عذرا، دي صيغة جزيئية. طب أنا عايزة أعمل لها صيغة بنائية. حاضر، احنا قلنا الجزيئية جمع، البنائية ارسم وافرد. تمام، أدا سي 1 2 3 4، أهم حاجة يكون 4 ذرات كربون و10 هيدروجين والشقلب زي ما أنت عايز. ها، هنحط الاتشات فين؟ 1
2 3 4. انت بتعملي ايه؟ هي صح. احنا بنشوف الكربونايه حواليها كام رابطه. هنا كان رابطه واحده يبقى ناقص لها 3، فانا حطيت 3 اتشات. الكربونايه دي حواليها كام رابطه؟ 1 2 يبقى ناقص لها 2. انا على فكره ما باليش دعوه بالاتش، انا بشوف ناقص لها كام رابطه. ها الكربونايه دي ناقصها كام رابطه؟ 2 يبقى ناقص لها 2. الكربونايه دي فيها كام رابطه؟ 1 يبقى ناقص لها 3. 1 2 3. ليه بتقولي ناقص لها 3؟ ما تنساش ان الكربون رباعي. تعالى عدهم كده. ادا 1 2 3 4 بقى سي 4. اتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اتش 10 بس. هم. هي نفسها ولا مش هي نفسها؟ هي نفسها. قام حد قايل لي انا مش عاجبني الرسم اللي انت رسماه ده. هو انا عايزه اجيب ادا سي 1 وادا سي 2 وادا سي 3 وهقوم جاي عامل تفرع وهحط سي ايه وهيبقى 4 برضه. قلت له وريني. هاجي اعمل التفرع من هنا؟ لا، التفرع من هنا احنا قلنا دي كأنها ايه؟ متنية. كأنها ايه؟ متنية، او عاملة زي ايه؟ سلسلة، والسلسلة متنية من الطرف. لو انت جيت عدلتها مش هتتعدل معاك، هي مجرد متنية. طيب لو احطها هنا؟ قال لي اه نحطها في النص عادي، طالما في النص عادي. طيب قلت له ماشي، ما فعلا بقى سي 4. هتكمل اتشات ازاي؟ قال لي هنا كام رابطة؟ 1 يبقى باقي 3 اتشات. هنا كام رابطة؟ 1 2 3 يبقى باقي 1. هنا كام رابطة؟ 1 يبقى باقي 3. هنا كام رابطة؟ 1 يبقى باقي 3. عد. ها مش واثق فيا؟ عد. ادا 1 2 3 4. ادا سي 4 فعلا. الاتشات كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اتش 10. يبقى احنا قلنا ان دي هتبقى سي 4 اتش 10 ايه برضو. يعني دي ودي اهو نفس الصيغه الجزيئيه، واختلفوا فين؟ في الصيغه البنائيه. واما نيجي قدام نسمي دي هتبقى اسم ودي هيبقى اسم تاني. طيب قام جاي حد قام قايل لي طب انا هعمل كمان صيغه. قلت له لا. قام راسم ادا 1 2 3. قال لي انت يهمك كام كربونه؟ 4. وبدل ما الكربونيه دي تبقى تحت، ما انا قلت لك اهو خلاص انا مش هعمل على الطرف، عشان على الطرف ده ايه؟ ده غباء. على الطرف ده ايه؟ ده غباء. هنعملها فوق. ده غباء رقم 2. على الطرف فوق دي غباء رقم 2. بدل ما المركب اللي قدامي كان تحت انت قلبته نفس بالظبط اما كان على اليمين وانت خليته على الشمال. تمام؟ تمام. يبقى احنا الكلام ده ايه؟ غلط. طالما كربونايه على كربونايه في النص هي ما فرقتش. طيب يبقى ده ايه؟ ظاهره الايزوميريزم. اتفاق عده مركبات في الصيغه الجزيئيه، صيغه جزيئيه واحده اهي، واختلفوا فين؟ في الصيغه البنائيه، وبالتالي الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه. طيب هنروح بقى لاخر حاجه. اخر حاجه تجربه وخلاص. تجربه لو انا عندي مركب عضوي، عندي قماش، عندي بلاستيك، عندي ورق، عندي جلد، عندي اي حاجه، وعايزه اشوف هل المركب اللي قدامي ده عضوي ولا مش عضوي. هكتشف ازاي؟ يعني ايه اصلا هكتشف ازاي؟ احنا قلنا بيكون بشكل اساسي من الكربون، فطبيعي ان انا الاقي فيه كربون وطبيعي ان انا الاقي فيه هيدروجين. طب ازاي؟ صور السبوره وبعد كده نشوف ازاي. التجربه بتاعتنا دي مهمه جدا للثانويه الازهريه. هتيجي تقول لي ما بتجيش بقالها كام سنه، ما جاش تجارب، معتمد على حاجات تانية. والله انا ماليش دعوه. ما حدش طلع وقال مش هيجيلك اشرح مع الرسم والمشاهدات والملاحظات والاستنتاج وكل الكلام الجميل ده. فانا غير مسؤول، انا هشرح وانت حر. طيب احنا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم جايبين كده تيست تيوب قدامنا جميله كده، وهنا كده قال ايه يعني حامل شايل الحاجات دي كلها، وحاطين هنا مادة عضوية، أي مادة عضوية أهو، وليكن ورق، قماش، جلد، أي حاجة، وضايفين عليه أكسيد النحاس الثنائي الأسود. يبقى ده CuO أسود. أكسيد النحاس الثنائي الأسود. خد بالك من الألوان عشان كل حاجة هتتغير. ونقفل من هنا حلو كده عشان الغازات أو أي حاجة ما تطلعش. حاطين هنا كبريتات النحاس الثنائية برضو،
اللامائية البيضاء. عادمة اللون يعني ملهاش لون، جاب لك لا مائية، جاب لك بيضاء، جاب لك عادمة اللون ملهاش لون، كلهم معنى واحد. طيب وهنا ايه؟ هنا مغبار، وهنا في كده ماء الجير اللي هو عبارة عن ايه؟ ها؟ ماء الجير ده كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن، حد مذاكر طبعا بيقول هيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2. ده عبارة عن ايه؟ ماء الجير. طيب انت قلت لي المادة العضوية دي المفروض ان هي بتتكون من كربون وهيدروجين، صح؟ طيب شغالين التفاعل ده بقى، هو هيشتغل لوحده؟ لا يا عم، اهو سخن التفاعلات خلاص طالعه، والابخره اللي طالعه والغازات اللي طالعه واحنا مقفلين. طيب اكسيد النحاس الثنائي الاسود هيعدي يروح فين؟ لكبريتات النحاس اللامائيه البيضاء. هيعدي يروح فين؟ اللي طالع هيروح على ماء الجير. طيب ادى الماده العضويه اللي فيها كربون، انا ضفت عليها مين؟ CuO، اكسيد النحاس الثنائي الاسود، ادى CuO. طيب ادي الهيدروجين نفس الكلام، نفس الماده العضويه، ضفت عليها اكسيد النحاس الثنائي الاسود. ايه اللي حصل؟ هي اكسيد النحاس الثنائي ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يأكسد لي الكربون، وظيفته ان هو يأكسد لي الهيدروجين. طيب لو انا خدت CuO اشتغلت كماده مؤكسده مع الكربون، اتحول لثاني اكسيد الكربون. لو انا خدت خلاص خلصت، يبقى الCu فاضله، بقت الCu. اوزن معادلتك، داخل طالع 2O يبقى هنا 2، هنا 2Cu يبقى هنا 2. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ده طلع ثاني اكسيد الكربون. ايه ده؟ يبقى بالتاكيد ان ماء الجير اللي هنا حصل له تعكير ماء الجير. ليه؟ لتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، وده ادي اول حاجه معانا ان الماده اللي معانا دي فيها كربون. طب يلا نشوف فيها هيدروجين ولا لا. ماشي، ادي الهيدروجين المفروض ان هو موجود مع CuO. طيب CuO هتعمل ايه في الهيدروجين؟ هتأكسده، هيتحول لميه H2O، وفضل معانا النحاس. طيب هو على فكره النحاس لوحده ده لونه ايه؟ ده لونه احمر، صح؟ يعني ناخد بالنا ان الاسود هيتحول لاحمر، ده الثانويه العامه، ان الاسود هيتحول لاحمر. طيب اوزن المعادله بتاعتك، طلع 2H ادي 2 وبس كده. طب طلع ميه، ايه يعني اللي طلع ميه؟ ايه اللي حصل؟ مش شايف حاجه. لا، انت لو هتلاحظ احنا قلنا كبريتات النحاس اللامائيه البيضاء، اما عدى ميه على الانبوبه اتحولت للون الازرق. ده دليل ان في ميه عدت، وفي ميه هتعدي ازاي من غير ما يبقى فيها هيدروجين؟ بس يبقى احنا كده اثبتنا ان الماده العضويه اللي معانا دي فيها كربون وفيها هيدروجين وهي عباره عن ماده عضويه فعلا. تمام. ده كان اخر حاجه خدناها النهارده، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.